الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا معز ولا مذل ولا رافع ولا واضع ولا محرك ولا مسكن في هذا الكون إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا إلى الله محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر. أما بعد، فيا أمة الإسلام، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. قال تعالى في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل ذكره: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومطرق الجماعات، أي الموت. حديث اليوم أيها السادة عن أمر قهر الله عز وجل العباد به: الموت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس منزلة، وإن هبوا هبوة فالرب غفار. معاشر الأحبة المؤمنين، لابد أن نتذكر هذا الأمر الذي غفل عنه الكبير والصغير، الغني والفقير، الملك والمملوك، غفلوا عن حقيقة الموت، فأصبحنا لا نذكر الموت إلا في المآتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. كأن به صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اجعل الموت نصب عينيك أخ الإسلام، اجعل الموت نصب عينيك، لأنه فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لأنك أيها الأخ الحبيب، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا تؤمل كثيرا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اجعل الموت نصب عينيك، وتهيأ للقاء الله عز وجل، لأنه يا سادة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وإن من علامات الساعة ومن علامات القيامة موت الفجأة. كثر موت الفجأة أيها الإخوة. ترى اللاعب في الملعب في كامل قدرته وقوته، وبعد لحظات وإذا به بين يدي الله. ترى الشاب في طريقه
يمضي بقدرته وقوته، وإذا بعد لحظات يقال لك مات بجلطة دماغية. إن دل هذا الشيء دل على قرب الساعة أيها السادة، دل على قرب الساعة. فالموت كما ذكرت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، لا يعرف غنيا ولا فقيرا، لا يعرف حاكما ولا محكوما. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بشرية أوجدها الله عز وجل على وجه هذه الأرض سوف تشرب كأس منيتها، شاء من شاء وأبى من أبى، ولو كنتم في برج مشيدة. نعم أيها الأحباب، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ثم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه العمل. نعم يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، جمع الملايين المحمولة والمنقولة والغير المنقولة، غدا يسأل وهم يتنعمون. لم يؤدي حق المال هذا في حياته، الورثة يتنعمون وهو يسأل. وعندما دنا الأجل من سيدنا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في سكرات الموت، وتعلمون أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سكرات موته: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم خفف عني سكرات الموت. سيدنا عمر في سكرات الموت يضع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأس أبيه الخليفة عمر على فخذه، فعندما يستفيق من سكرات موته يقول له: يا عبد الله ضع رأس أبيك على التراب لتسمع ملوك الأرض، ليسمع الرؤساء والأمراء والحكام، ليسمع كل من أوتي منصبا دنيوي إلى فاروق الإسلام عمر: ضع رأس أبيك على التراب. فيقوم أحدهم في الثالثة، أي في المرة الثالثة، ويقول له: يا أمير المؤمنين، أنت خليفة رسول الله، أنت من أيد الله به الحق وفرق به الباطل. قال: إليك عني، من هذا؟ من هذا؟ على عمر وآل عمر إن لم يرحم الله اليوم عمر. نحن بأمس الحاجة أيها الأحبة أن يرحمنا الله عز وجل إذا دنا منا الأجل، ولكن لابد أن نستعد للقاء الله. استعد للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ تزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. البعض منا لزم كرسيا أو منصبا أو جاها، يريد أن يورث ولده ويريد أن يورث حفيده بل حفيد حفيده، ولكن تعال إلى فاروق الإسلام مرة ثانية وهو يقال له: يا خليفة رسول الله، ألا تخلف علينا عبد الله بن عمر؟ فوقف سيدنا عمر قائلا: يكفي من آل الخطاب أن يسأل يوم القيامة عمر. إنها مسؤولية أيها الأحبة، إنها تكليف وليست تشريف. نعم أيها الأخ الحبيب، نعم أيها الأخ الكريم، إذا علينا أن نكثر من هذه اللذات ومفرق الجماعات. ومن جعل الموت نصب عينيه لا يستطيع أن يكذب، ولا يستطيع أن يغتاب، ولا يستطيع أن ينم، ولا يستطيع أن يأكل مال الناس بالباطل.
ولا يستطيع أن يتعدى على حقوق الآخرين، ولا يستطيع أن يتعدى على جار من جيرانه ولو كان من أهل الذمة، ولو كان من أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فقد آذاني. هذا هو الدين أيها الأخ الحبيب. الموت عليك أن تترقب لقاء الله قبل أن تلتف الساق بالساق، قبل أن يلجم اللسان وتغمض العينان، قبل أن ينادى عليك والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هل جهزت نفسك لهذا اللقاء؟ هل جهزت نفسك كما قال سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه؟ دنا منه الأجل، خلط مرارة الموت بحلاوة اللقاء بالله ورسول الله عندما سمع ماذا؟ كالحادث الذي رأيته منذ أيام بين عمان وإربد، سيارة فيها 4 من الشباب، والله تدمع القلوب، عليهم دما عوض الدمع عندما قلبت فيهم هذه السيارة، والكل ينازع والكل يقول ويغني مع الغناء الفاحش الذي كان في السيارة. كانت هناك المسجلة عالية وفيها غناء فاحش وهم في سكرات الموت، وأصبح وجه كل واحد منهم مسودا وهو يردد الغناء وبينما هو في سكرات الموت. لكن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلط مرارة الموت بلقاء الله ولقاء رسول الله عندما سمع قول إحداهن من بيته تقول: وكرباه وكرباه. قال: لا، قولوا وفرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. اسمعوا يا شباب الإسلام، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، مو بالملاعب، مو بالسيارات على الغناء الفاحش، مو هو يلعب النرد والورق، لا، مو هو قاعد كما ذكر لي أخ فاضل، أخ كريم، أخ مؤمن، وقال لي وناشدني الله أن أذكرها على منبر رسول الله. قال: يا سيدي، دخل أخي شاب وهو من هذه البلاد الطيبة إلى غرفته، ساعة ساعتين 3 ساعات، تفقدناه، طرقنا الباب فلا أحد يجيب، طرقنا الباب فلا أحد يجيب، وعنده من العمر 27، فاضطرينا إلى أن نكسر الباب. فلما دخلنا عليه وجدنا الريموت التلفزيون، والتلفزيون قد أشعل على فيلم إباحي وقد فارق الحياة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. استعدوا للقاء الله، فإنك لا تدري أيها الأخ الكريم إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر. انتبه أيها الأخ الحبيب، والله لا أضمن لي ولا أضمن لك أن أنزل من على منبر رسول الله، فعليك أن تتحقق أن لقاء الله قريب، أن لقاء الله قريب. فإذا كانت عندك أمانة فأدها، وإذا كان لديك مال لأحد استلمته فرده إليه، وإذا كنت من الذين يأتون المعاصي في السر فعليك أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله، لعله قرب يومي وقرب يومك. يحشر المرء على ما مات عليه. عندما يقال لنا أن فلان مات وهو صائم وهو ساجد، تدمع عيني وعينك فرحا بلقاء الله عز وجل. وعندما يقص علينا قصة كما ذكرت، قصة السيارة التي فيها حادث، وقصة هذا الشاب التي نحزن عليه حزنا شديدا، حزنا شديدا. لماذا؟ لأن علماء الأمة ما نبهوهم على منبر رسول الله، ما قالوا لهم اتقوا الله في السر، اتقوا الله في العلن، خافوا الله عز وجل قبل أن تخافوا الناس. أغلقت على نفسك الباب وخشيت أن يراك الناس، وجهلت أنه يراك رب الناس، رب الأرباب. لا تغلقن عليك بابا
فإن هناك من ينظر إليك. لا تستصغر الذنب، ولكن استحضر عظمة من تذنب بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء السؤال أيها الأحباب: إن بعض أهل الميت بعد موته بساعات يبنون بيوت الشعر ويولمون للناس بولائمه ما أنزل الله بها من سلطان من المناسف والطعام. هل هذا يمت إلى الإسلام بصلة؟ الجواب أيها السادة الأكارم: إن هذا العمل لا يمت إلى الإسلام إذا كان هذا المال، أي هذا المال الذي دفع لبيت الشعر وللخيمة والكراسي وللطعام والشراب من مال الميت، فإن مال هذا الأخ الكريم أو هذه الأخت الكريمة أصبح مردودا إلى الورثة. فإذا كان بين الورثة من هم قصر فهم أيتام، والله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فكل لقمة وكل شربة هي نقمة عليك أيها الأخ الحبيب. والهدي النبوي صلى الله عليه وسلم يقول: أعدوا الطعام لآل ياسر. مش أهل الميت بدهم يعدوا الطعام ويعدوا الشراب ويعدوا الخيمة ويعدوا الديوان، لا، الذي يقوم بإعداد الديوان والخيمة والكراسي والطعام والشراب إخوانه، أقرباؤه، جيرانه. الآن يقول: يا شيخنا إذا ما فعلنا مثل ما فعلوا بيت فلان، وإذا ما صنعنا مثل ما صنعوا بيت فلان، وإذا ما قدمنا مثل ما قدموا بيت فلان، نصنع ونعمل بما قام به بيت فلان ونترك هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا حرام معاشر السادة المؤمنين. والله يا سيدي تارك ما شاء الله 3-4 ملايين دينار، شو علاج إذا شلنا هلا 5000 دينار خيمة وكراسي وشوية ايش مناسك؟ باللغة تبعتون عم بحكي. لا يا أخي الكريم، إذا كان هناك قصر هؤلاء يسموا أيتام، والله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إياك أن تصرف من هذا المال. أول شيء بدنا نشوف إذا على دين، بعد ما نشوف إذا له وصية. وقال الحبيب: من تحبون أن تصلوا عليه من مات على وصية مات على الإيمان. فينبغي على كل واحد منا قبل أن يغادر الدنيا إلى الآخرة ويذهب إلى لقاء الله جل وعلا عليه أن يترك وصيته. أول شيء يقتطع من هذه الوصية إذا كان عليه دين، ومن هذا الدين مهر الأم المؤخر 1000 2000 5000 10000 مباشرة يقتطع من هذا المال، لأن المهر دين في ذمة الزوج. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.